اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحلو معانا النهارده كنافه بالمانجا. طبعا ما ينفعش يعدي موسم المانجا واحنا ما نعملش كنافه بالمانجا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا مقطعين القطعه ما شاء الله قطعه. احنا دلوقتي هنبدا نجهزها مع بعض. نص كيلو كنافه مطلعاها من الفريزر وكسرتها ناعم زي ما حضراتكم شايفين. هحط عليها معلقتين سكر بودره وهقلبهم كويس بالمعلقه، ومعايا كوباية سمنة مش مليانة برضو هحطها على الكنافة وهغلف الكنافة بيها كويس قوي وما شاء الله. وهبدأ اقلب. انا في المرحلة دي هرصها في الصينية وهوزعها. دي الحتة السمنة اللي كانت متبقية معايا، طبعا هفردها في الصينية وهحط الكنافة وابدأ افرد وهبططها، هضغطها كويس جدا وهوزعها زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هنا انا ممكن احمرها على البوتاجاز بالشوية السمنة اللي موجودين عندي، وبعد كده ابدأ ارصها في بولات، ارصها في الصينية زي ما احب. انا رصيتها في الصينية وضغطتها لاني هسويها في الصينية وبرضو هكمل شغلها في الصينية. هي كده استوت، طلعت معايا. انا مجهزة شربات متوسط لا خفيف ولا تقيل وهسقي بيه الكنافة. وبعد ما هسقي بيه الكنافة هنجهز الكريم شانتيه مع بعض. دول 4 معالق كبار كريم شانتيه، وبحط عليهم كوباية مية متلجة او لبن حليب متلج زي ما تحبي. طبعا احنا هنا ما استنيناش نحطها في التلاجة شوية الكريمة، ففردناها على طول وحطينا المانجا رصيناها. انا هنا في المرحلة دي ممكن اعمل كيس جيلي مانجا واحطه على الوش بيديني لمعة وشكل كويس برضو، لكن احنا هنا استكفينا باللي موجود. هنا بقى في التزيين ممكن احط كريز، ممكن احط قطع مانجا زي ما انا عملت كده زي ما تحبي وتبع المتاح عندك. بسم الله ما شاء الله، طعمها جميل جدا. احنا هنا حطيناها في التلاجة، طبعا ادى الطعم تحفة اكتر ما يكون لسه خارجة من الفرن وانا اشتغلت فيها. بسم الله ما شاء الله، قطعة مشبعة جدا وطبعا موفرة وانضف في البيت. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير ان شاء الله.